انت ماشي في الشارع ممكن تتمسك ويتعمل لك تحليل عشوائي، ولو طلعت بتشرب مخدرات هتتحبس وقتي وهتتحول للمحاكمة وهتحقق معاك وقصة كبيرة. ده الكلام اللي تم تداوله خلال الأيام اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أي حد هيبقى ماشي في الشارع ممكن يتعمل له تحليل من قبل رجال الشرطة أو الكمان اللي واقفة في الطريق، وبعد كده هيتم حبسه لو ثبت تعاطيه للمخدرات. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح وعاري من الصحة تماما، لأن صندوق مكافحة الإدمان طلع بيان امبارح أو أول امبارح بيقول فيه إن الناس اللي بتقول كده كلامهم مش صحيح. طبعا أنا مش ضد ده، يا ريت والله العظيم يتعمل ده، ولكن الواحد بيتكلم على الشائعات حتى لو كانت سلبية أو إيجابية، يعني يا ريت نتأكد من مصدر المعلومة. طيب صندوق مكافحة الإدمان قال في القصة دي، قال إن الناس اللي ممكن يتعمل لها تحليل مخدرات هم فئات محددة، والفئات دي معروفة، اللي هم الموظفين الإداريين في الدولة والجهات ذات النفع العام وسواقين الحافلات والأتوبيسات المدرسية والقصص دي كلها. في الحالة دي لو هو اتمسك اتعمل له تحليل عشوائي واكتشفوا انه بيشرب مخدرات، فبالتالي هيتفصل من الخدمة، ده غير باقي الجزاءات اللي هتوقع عليه. طيب في نقطة برضو كمان مهمة جدا، عشان في ناس كتير جدا بتسأل بتقول طب هنفترض انا مثلا عندي مرض معين وباخد دواء معين، فالدواء ده فيه نسبة مخدر، ففي الحالة دي اعمل ايه لو انا فعلا تم الكشف عليا وانا ما بتعاطاش مخدرات وبعد كده ثبت ايجابية التحليل، وبالتالي انا هخسر وظيفتي او هخسر مصدر رزقي؟ في الحالة دي حضرتك بتقدم روجيتا من الدكتور او الطبيب المختص بان انت بتاخد الدواء المعين ايا كان الدواء اللي انت بتاخده اللي فيه نسبة المخدر. خلاصة الكلام يا جماعة، يا ريت نتأكد من المعلومات قبل ما نروجها، لان دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الشائعات. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.